السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة معاكم هنعمل طريقة عمل السردين البلدي في الصينية. ودلوقتي بقى نبدأ بالمقادير مع بعضنا. المقادير: بصلتين كبار، ومعانا الثوم، ومعانا الشبت، ومعانا الليمون، ومعانا خل، والزيت معانا، والسردين طبعا اهم حاجة في الوصفة. ومعانا دلوقتي الكمون، نحط كمون، والملح، والصينية اللي هنعمل فيها، واهم حاجة المبشرة. نبتدي بقى دلوقتي مع بعضنا. احنا كده مع بعضنا يا بنات بشرنا البصلة اهيت، ودلوقتي ومعانا الطماطم برضو. نبتدي بقى دلوقتي نبشر الطماطم كمان. احنا كده يا بنات بشرنا الطماطم. احنا بشرنا القلب بس، القشر بتاع الطماطم اهوت ده هيترمي عشان خاطر ايه؟ يطيب بسرعة. ماشي. نبتدي بقى دلوقتي نجيب الثوم، ندق بقى الثوم، نحطه في الصلايه بقى وندقه. احنا كده يا بنات دقينا الثوم مع بعض اهوت. الثوم اهوت كده خلصنا الثوم. نروح بقى نقطع مع بعضنا الشبت. احنا كده يا بنات قطعنا مع بعضنا الشبت اهوت. عايزين نحط بقى مع بعضنا رشة ملح على الطماطم وعلى البصل والثوم، عشان تبقى برضو يعني ايه حادقه، ما تبقاش عدبه. احنا كده يا بنات عملنا الفرشه اهيت بتاعت السردين اهي. نبتدي بقى برص السردين كده واحده ورا واحده كده، ناخدها واحده واحده كده مع بعضنا. احنا كده يا بنات بنكون رصينا السردين اهوت في الصينيه بتاعتنا. ننزل بقى عليه بالخل. بسم الله. والزيت بتاعنا. الطريقه دي يا بنات جربوها بصراحه، بتبقى جميله 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 جدا. والليمون اهوت. الليمون اهوت. ننزل بقى بالملح، الملح بتاعنا عليها اهوت. دلوقتي بقى يا بنات نبتدي برشه كمون عليها اهوت. اهم حاجه كتروا له كمون بس عشان يبقى شكله حلو، يدخل الفرن ويطلع كده يبقى شكله جميل. يلا بينا كده بقى يا بنات نحطه يلا في فرن البوتاجاز. وفي حركه بصوا يا بنات قبل ما تحطوه اتاكدوا ان الخل والزيت، شوفوا الخل والزيت بينزل على جنب ازاي، بتلاقيه نازل من الصينيه ازاي اهو. ماشي يا بنات. دلوقتي بقى نفتح البوتاجاز اهوت، انا قادحاه اهو. نحط كده ونسيبه بقى لما يستوي. احنا كده بقى يا بنات نبص على السردين كده. بسم الله اهوت يا بنات، لونه بقى جميل خالص اهو، وريحته تحفه، ريحته جميله قوي.
وبكده يا جماعه بيكون فيديو النهارده كده خلص. ما تنسوش لو سمحتوا اللايك والشير وتفعلوا الجرس. ريحته جميله. شوفوا يا جماعه نشف خالص اهو. استنونا بقى في فيديوهات جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.